حياكم الله، مرحبا، اهلا وسهلا. ما فعله المنتخب العراقي البارحة في الجولة الثانية من مسابقة كأس آسيا في الدوحة بالمنتخب الياباني شكل الحدث الأبرز، ليس فقط بسبب الفوز ولا حتى بسبب التأهل رسميا إلى الدور الثاني بانتصارين، ولكن لأنه منافس كان اليابان المرشح الأبرز للفوز بلقب كأس آسيا، ولكن لأن البطولة أو لأن المباراة كانت بطولية وكانت رجولية وكانت رائعة وكانت فيها روح عالية وكان في إصرار كبير، كان في حضور جماهيري وتجاوب جماهيري كبير جدا. صنع الحدث في مدرجات ملعب المدينة التعليمية. تقريبا بطولة كأس آسيا بدأت البارحة، مش رسميا، بدأت البارحة إثارة من خلال ما صنعه المنتخب العراقي في تلك المباراة بتسجيله لهدفين، واحد في الخمس دقائق الأولى والآخر في الخمس دقائق الأخيرة من عمر الوقت بدل الضائع من الشوط الأول، قبل أن يعود اليابان ويسجل في الخمس دقائق الأخيرة أيضا هدفه الوحيد في اللقاء. فوز كبير جدا يعيد العراق إلى الواجهة ويجعل من البطولة بطولة من نوع آخر، ويوسع دائرة المنتخبات المرشحة للمنافسة على اللقب وليس للفوز باللقب، لأن الفوز سيكون حكرا من دون شك على المنتخبات الكبيرة التي رشحناها قبل بداية البطولة. ولكن ما حدث البارحة فعلا يقتضي مني أن أبدأ به ويقتضي منا أن نتوقف عنده ونتوقع المزيد أيضا في مباريات قادمة بالنسبة للعراق وبالنسبة الذي يلتحق بقطر متأهل على الدور الثمن النهائي ثم أستراليا، في انتظار البقية على غرار كوريا الجنوبية وإيران والسعودية ولما لا منتخبات عربية أخرى. قاريا ما حدث لي في مباراة قاريا إفريقيا، نقصد ما حدث في مباراة مصر أمام غانا كان مثير للكثير من الكلام في وسائل الإعلام وفي وسائل التواصل الاجتماعي في مصر وفي غير مصر. طبعا مباراة كان متوقع أنها تكون صعبة، لأن المنتخب الغاني خسر مباراته الأولى ولم يكن بإمكانه أن يخسر، كان متقدم في النتيجة 1-0 ثم 2-1 ثم المنتخب المصري عدل النتيجة بهدفين. منتخب مصر يلعب شوط ثاني رائع جدا ومباراة على العموم رائعة، كان فيها رد فعل كبير جدا أمام منتخب غاني لم يكن بذلك المنتخب الغاني الذي يمثل فعلا الكرة الغانية بكل رصيدها وبكل تاريخها وبكل ثرائها بالمهارات وبالفنيات الكبيرة. الحدث الذي أثار الكثير من الكلام هو خروج محمد صلاح بسبب الإصابة، ثم خروج النني، ثم بعدهما خروج المنتخب المصري بوجه آخر جدا كان ملفت للكثير من المتتبعين، حتى أنه أنا كتبت وقلت بأنه في بعض الأحيان في بعض المباريات خروج النجم، غياب النجم أو خروجه لسبب أو لآخر خلى المنتخب المصري يصير كله نجم، يعني كل اللاعبين تحملوا المسؤولية وصاروا نجوم، وفعلا كانوا نجوم كثر في المباراة، نجوم من حيث الأداء والروح العالية. تمكنوا إثرها من الحصول على التعادل الذي يبقي على حظوظهم في التأهل ويقلص من حظوظ منتخب غانا، خاصة بعد فوز كاب فيردي في مباراته أمام موزمبيق وتأهله رسميا إلى الدور الثمن النهائي، مما يفسح المجال لمنتخب مصر لمواجهة كاب فيردي والحصول على 3 نقاط، مش نقطة واحدة، 3 نقاط تضمن له التأهل إلى الدور الثاني. المأمورية صعبة، لا ليست صعبة وليست سهلة كذلك في نفس الوقت بالنسبة لمنتخب يجد صعوبة في انطلاقته في انتظار معرفة مصير محمد صلاح، ولو أنه لا خوف على منتخب مصر بصلاح وبالنني ولا من دون صلاح ومن دون النني. هذا يقودني للحديث عن مباراة الجزائر أمام بوركينا فاسو، والثانية بعد التعثر أو التعادل بطعم الخسارة أمام منتخب أنغولا في المباراة الأولى، رغم أن لعبنا ساعة متميزة جدا. اليوم أمام بوركينا فاسو سيكون المحك والاختبار الأساسي. هي ليست مباراة مصيرية، لأنه يعني حتى ولو بالتعادل وبالخسارة تبقى فرصة التأهل قائمة، ولو أنه شوف وين صرنا نحسب الحسابات، صرنا رجعنا للحسابات الضيقة اللي نحسبها في وقت كان ممكن أننا نكون مرتاحين اليوم لو تمكنا من الفوز أمام منتخب أنغولا. ولكن نبقى نستذكر
ونتمسك بالأداء الرائع على مدى ساعة. تساؤلات كثيرة جدا مطروحة اليوم: كيف سيلعب بالماضي؟ بمن سيلعب بالماضي؟ كيف ستكون اللياقة؟ كيف سنواجه بوركينا؟ كيف سنواجه 40 درجة ورطوبة عالية؟ طبعا هذه الكرة، هذه جزئيات من كرة القدم، ولكن المأمورية أبدا لن تكون سهلة. هذه الظهيرة في مباراة تلعب على الساعة 2 زوالا بتوقيت كوت ديفوار، مأمورية صعبة للجزائر، ولكنها أصعب بالنسبة لتونس التي خسرت مباراتها الأولى 1-0 أمام ناميبيا. ستكون في مواجهة منتخب قوي عنيد جدا وممتاز جدا، لا نتحدث عنه كثيرا مقارنة بمنتخبات أخرى نرشحها، ولكن مالي تبقى مالي، عنده منتخب قوي جدا لن يقدر على الإطاحة به إلا ذلك المنتخب التونسي الذي كان يفاجئنا في الكثير من المناسبات في المواعيد الكبرى. اليوم نشوف تونس في موعد كبير أمام مالي، لأنه يلعب مصير، والخسارة معناها الخروج من البطولة بنسبة كبيرة جدا. أنا أتصور بأننا سنشهد منتخب تونسي مختلف عن المنتخب الذي خسر أمام ناميبيا، خاصة من حيث الروح والأداء الفردي، وسنشهد منتخب مالي يريد تأكيد نتيجته في المباراة الأولى، وبالتالي المتعة ستبقى متواصلة سواء في كأس أمم إفريقيا أو في كأس أمم آسيا.